بيبدأ الجزء ده مع ماسيمو اللي شكله مش في حالة كويسة خالص لأنه واقف عند قبر لولا وزعلان، وكمان صاحبتها باين عليها الزعل قوي وما بقتش فايقة لشغلها وحياتها، وناتشو وابوه واقفين في نفس المكان مستنيين ماسيمو. ناتشو واقف ساكت خالص وابوه هو اللي بيتكلم، بيقول لماسيمو أحسن حل دلوقتي إن ننسى أي حاجة حصلت في الماضي، لأن لو كملنا في المشاكل وفضلنا ضد بعض إحنا الاتنين هنزعل. ماسيمو قال له إزاي أنت شايف اللي حصل ده ممكن يتنسي يعني، وإنكم تاخدوا حبيبتي علشان تضغطوا عليا وتخلوني أسيب لكم حاجات في الشغل، واتفقتوا مع اخويا التوأم يعمل الفيلم ده مع البنت اللي بتحبني، وده سهل الموضوع اللي عمله ابنك وخلى لولا تصدقه وتمشي وتختفي معاه، وده كان السبب اللي خلى ناس زي دي تستغل الموقف ويحصل اللي احنا فيه دلوقتي. وهو يقصد اخوه التوأم والبنت اللي كانت بتحبه، وان اللي حصل فتح لهم سكه للمصيبه اللي عملوها، وانت جاي دلوقتي وتقول لي ننسى اللي حصل. فقال له ان اي شغل كان بينا دلوقتي انساه، مش هتكون موجود معايا في اي شغل انا موجود فيه، وخد الناس اللي معاك وامشي من هنا. وطول الوقت ناتشو واقف عمال يبص له ومش بيتكلم لانه ملوش عين يتكلم معاه، وهم دلوقتي هيمشوا علشان شايفين الحاله اللي هو فيها. وماسيمو مشي ورجع تاني لقبر لولا، بس على طول اول ما بيبان الصوره والاسم اللي على القبر بيطلع ان ده اصلا المكان اللي مدفون فيه اخوه، مش القبر بتاع لولا خالص زي ما كنا فاكرين. وده ملوش غير معنى واحد، ان لولا لسه عايشه ودلوقتي قاعده في جنينه البيت بتاع ماسيمو، وصاحبتها جت تشوفها وتقعد معاها شويه لان بقى لها فتره ما شافتهاش، وبتقول لها هو انت ايه اللي نزلك من الاوضه بتاعتك دلوقتي؟ مش الدكتور قالك انك لسه محتاجه راحه علشان الاصابه اللي عندك؟ قالت لها انا زهقت علشان بقالي فتره نايمه ومش بتحرك من الاوضه. وقاعدين بيتكلموا سوا وصاحبتها بتقول لها انها وحشتها، فقالت لها ما تقومي تلبسي وتعالي ننزل نبص على الشغل. وخلاص وصلوا مكان الشغل، والمكان ده بتاعهم هما الاتنين بيعملوا فيه تصميمات فساتين، وبيبصوا كده لقوا ان جاي لهم دعوه من معرض بيتعمل في البرتغال للازياء، بيقولوا لهم تعالوا علشان احنا حابين ان الفساتين بتاعتكم تكون موجوده في الايفنت ده، وده خلاهم مبسوطين جدا. وبعد ما خلصوا في الشغل طلعوا على مطعم يقعدوا ياكلوا، وهم قاعدين جال لولا تليفون، اول ما فتحت وشها اتغير فقامت بعدت عن صاحبتها، وطلع ان ناتشو هو اللي بيكلمها، فبتقول له انت ايه اللي خلاك تتصل بيا؟ قال لها انت وحشاني وعاوز اطمن عليكي. خلصوا كلام وقفلت معاه وقعدت تاني مع صاحبتها، فبتقول لها في ايه مالك، مين اللي كلمك؟ فقالت لها انه ناتشو وانه لسه متعلق بيا. لولا لما بترجع البيت بالليل لقيت ماسيمو قاعد لوحده وشكله مزاجه مش تمام، واصلا العلاقه بينهم ما بقتش كويسه من ساعه اللي حصل، لانه قلقان ومش فاهم ايه اللي حصل بينه وبين ناتشو لما كانوا لوحدهم، وما كانش ينفع قبل كده انه يسالها بسبب ان هي كانت تعبانه جدا، فكان مستنيها تخف وبعدين يفهم منها. فقالت له بلاش نتكلم دلوقتي خليها وقت تاني علشان انت شارب، ولا مش هسيبك غير لما اعرف. قالت له طب انت ليه ما قلتليش ان عندك اخ توأم؟ يعني تقصد تقول له ان هو السبب في اللي حصل؟ وهو ما كانش مهتم بكلامها ومصمم يعرف ايه اللي حصل، وفضل يسالها تاني. فقالت له ما حصلش حاجه. قال لها لا حصل، وماسيمو دلوقتي متعصب، بس منظر الازاز اللي في الارض خلاها تفتكر لما كانت مع ناتشو بعد اللي حصل ده. لولا مش بتحس بنفسها وبتنام مكانها، وماسيمو بيفضل قاعد جنبها وبيشيلها علشان يطلعها تنام فوق. لولا بتصحى مش بتلاقي ماسيمو نايم جنبها، وبيكون نايم في اوضه تانيه، وحتى لما بيفطروا سوا مش بيتكلموا خالص. بعد كده لولا وصاحبتها هم قاعدين يعملوا التصميم بتاع الفساتين اللي هياخدوها معاهم الايفنت، وبعدها في طريقهم للفندق اللي هينزلوا فيه لحد ما يبدا الايفنت. ولما بيوصلوا الفندق بينزلوا الشاطئ يقعدوا يشربوا حاجه، وهم قاعدين لولا بتبص وراها لقيت ناتشو موجود في نفس المكان، فاتخطفت كده لان هي مش عاوزاه يشوفها. وخلاص مشوا من المكان ده وقاعدين في مكان تاني. لولا بتطلع تنام بس عماله تحلم بناتشو لان دماغها مشغوله بيه. بالليل بيروحوا الايفنت والفساتين بتاعتهم بتتعرض هناك والناس مبسوطه بيها قوي، وفي وسط ده بتقابل ناتشو وبتقول للولا ايه الفساتين الحلوه دي، واقفين بيتكلموا سوا. فقالت لها على فكره ناتشو هو كمان موجود هنا وعاوز يتكلم معاكي علشان يفهمك اللي حصل. صاحبه لولا كانت بتشرب وسكرانه ومش عارفه هي بتعمل ايه، فطلب لولا من الجارد انه ياخدها يطلعها الاوضه عشان ما تعملش فضيحه، وهو شالها وطلع بيها الاوضه. وهي داخله اسانسير لمت الجزمه بتاعتها بره، فقال لها استنيني هنا اروح اجيبها واجي. فهي استغلت الموقف وطلعت تجري لحد ما لقيت قدامها سلم نزلت منه، بس لقيت ان الدنيا مقفوله وما فيش قدامها مكان تخرج منه. فقعدت تزعق لحد ما جالها واحد ساكن فوقيها ومش عارف ينام منها. المهم سكتت وفضلت قاعده مكانها تعيط. ولولا مشيت مع ناتشو بالعربيه ووقفوا في مكان هادي يتكلموا، بس فضلوا ساكتين ومحدش بيتكلم لان لولا زعلانه من الحاجات اللي عملها ناتشو. وفجاه فتحت باب العربيه ونازله، وهو نزل وراها وبصت له وقالت له هو انا وانت عليك، قصدها انه ضحك عليها وكان بيمثل انه بيحبها، وهو كان فيلم عامله مع ابوه علشان شغلهم مع ماسيمو. وقال لها انه ممكن في الاول كان تمثيل بس بعد كده اتعلق بيها. فقال لها انسي اللي فات وتعالي نطلع البيت. وصلوا البيت وقعدوا يتكلموا، وهو بيقول لها انت ممكن تبعدي عني لكن حبك ليا مش هتخبيه. فقالت له مين قال لك اني بحبك؟ قال لها اكدبي براحتك لان عينيكي مش بتخبي. بعد الكلام ده اتوترت وقالت له انا لازم امشي علشان صاحبتي موجوده هناك لوحدها. قال لها انا هوصلك، لكن ما قدرتش تسيبه وفضلت معاه طول الليل. والصبح بقى كان الجو جميل فنزلوا حمام السباحه وخلصوا، وبعد كده ناتشو خدها يوصلها. ناتشو قعد يكلمها قبل ما تنزل فبيقول لها مالك؟ قالت له ماسيمو اكيد فهم اني ما كنتش بايته في الفندق فممكن يحصل مشكله، فقال لها سيبك منه وخليكي معايا وانا هحميكي. وبيقول لها على فكره انا انقذت حياه ماسيمو قبل كده لما البنت ضربتك وانت حصل لك الاصابه، بعدها جت عشان تموته وانا لحقتها وموتها.
وقتها، وهو اكيد ما قالكيش على اللي حصل. وقبل ما يسيبها تنزل وبيقول لها لو حابه تكملي معاه تمام، بس انا بحبك وعادي لو هستناكي وقت طويل. خلصوا كلام ونزلت. بس وهي ماشيه ناتشو كان زعلان قوي، واول ما طلعت الاوضه لقيت ماسيمو في وشها بيقول لها كنت فين؟ قالت له كنت في الحفله. قال لها طب وبعد كده؟ قالت له بعدها انا حسيت اني مخنوقه قلت اتمشى شويه. قال لها انت كدابه. فسابته ومشيت. راح وراها واتخانق معاها، فعشان تهرب من الكلام قالت له قبل ما تسالني حاسب نفسك الاول، انت سايبني طول الوقت ومش هم غير بشغلك. فراحت لصاحبتها وبتعيط، فصاحبتها بتقول لها انت كده هتبوظي حياتك بسبب واحد كان هيبوظ لك حياتك اصلا، واللي انت زعلانه عليه كان هيكون السبب في موتك وهو السبب في الاصابه اللي عندك. كفايه بقى اللي بيحصل وحافظي على ماسيمو. وخدتها في حضنها علشان تواسيها. بعد كده دخلت تنام، ولما صحيت خدت الموتوسيكل ونزلت عشان تقابل ابوها، وابوها هو اللي على الموتوسيكل التاني قام واخدها موديها الاماكن اللي كان بيوديها لها وهي صغيره، وجاب لها الليمون اللي بتحبه، وهي كانت مبسوطه وقالت له انت بتعاملني زي زمان. وخدها وقاعدين بياكلوا، وقالت له انا كان نفسي اقعد معاك كده من زمان. وهم قاعدين بيتكلموا صاحبتها كلمتها وقالت لابوها انا لازم اقوم ارد عليها وهي قايمه، الاتنين دول شكلهم غريب وعمالين يبصوا لها وهي معديه قدامهم ومش واخده بالها. والمهم وقفت في مكان تكلم صاحبتها اللي قالت لها مش بترد ليه؟ انت كويسه؟ قالت لها انا تمام، انا بس قاعده مع بابا وكنا بناكل. قالت لها طب اسمعيني، ماسيمو وصل له الموضوع بتاع ناتشو وبقى عارف كل حاجه وعمال قالب عليك الدنيا وهيوصل لك اكيد، والموضوع شكله مش لطيف لان دي خيانه واكيد هو مش هيقبل بده وهيقتلك. قالت لها اهدي بس شويه علشان هو لو كان هيعمل حاجه كان زمانه عملها من زمان، وما تقلقيش وانا هسافر واتكلم معاه واشوفه. قفلت معاه وبتبص لقيت ابوها في وشها. قالت له انا شويه ولازم امشي علشان اسافر لماسيمو. فقال لها لا انا مش هسيبك تمشي النهارده، انت هتقضي معانا اليوم علشان امك تشوفك والصبح امشي. امها اول ما شافتها بالموتوسيكل اتخانقت معاها وقال لها ابوكي السبب في يحب الموتوسيكلات، وطبعا ما كانتش حاكيه لابوها وامها عن المشاكل اللي بينها وبين ماسيمو. بس امها حست ان في حاجه وفضلت تحكي لهم بقى على كل حاجه حصلت بالتفصيل. الصبح كانت مشيت ووصلت ايطاليا والعربيه ومستنياها علشان توديها لبيتها، واول ما ركبت العربيه لقيت ان السواق هو ناتشو، فخافت وقالت له ماسيمو فاهم كل حاجه وما ينفعش انك تكون موجود دلوقتي معايا. وكانت هتنزل فقال لها استني انا عملت مستحيل علشان اجيلك، لان ماسيمو اتفق معانا ان محدش فيهم يجي ايطاليا ولا انا ولا ابويا، فلو حد قال له مش هيحصل كويس، بس انا مش هاممني غيرك. المهم خدها علشان يوصلها. المهم وصلت البيت وكانت صاحبتها مستنياها هناك وخدتها بالحضن وبتقول لها انا حضرت شنطه ليا علشان نهرب من ماسيمو. ولما صاحبتها بتشوف ان ناتشو هو اللي وصلها بتتفاجئ وكانت عطول تنفر. تقول لها ماسيمو فين؟ قالت لها في الشاطئ. المهم راحت له الشاطئ وقالت له انا قدامك اهو جاي علشان اتكلم معاك. قال لها لا انت استني انا اللي هتكلم، ولا انا ضايق من نفسي قوي على كل اللي عملتيه ده وبرده مش هقدر اعمل لك حاجه وهفضل احبك. قالت له انت كنت عارف موضوع ناتشو من زمان ليه ما عملتش حاجه وقتها؟ قال لها انا زمان كان ابويا بيقرا كتاب وقال لي جمله ما فهمتش معناها غير دلوقتي، قال لي لو بتحب حاجه قوي سيبها تمشي ولو رجعت تاني تبقى بتاعتك. فهي بترجع له وبتختار ماسيمو وبيخلص فيلمنا لحد هنا.